مرحبا جميعا، وياكم كيرا، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل لا نبدأ هذا الفيديو أدعوكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم التحديثات أول بأول. اليوم راح أشرح لكم نسخة هونستا الجديدة بالإصدار التاسع، شنو هي الإضافات داخل هذا الإصدار. فتابعوا الشرح للنهاية، وروابط التحميل راح تكون داخل صندوق الوصف. توجه إلى المكان اللي حملنا به الملفات. راح تكون أولا هناك نسختين من التطبيق، نسخة راح تحتوي أو تدعم الأجهزة الضعيفة، والنسخة الثانية راح تدعم الأجهزة القوية بمعمارية 64. كذلك راح يكون موجود ملف للخطوط، وملف إعدادات هونستا المخفية، وإعدادات المطور الإصدار التاسع. أول شي تسوونه تفتحون ملف الخطوط، تضغطون ضغطة عليه، بعدها تسووا له استخراج بهذا الشكل. بعدها تضغطون رجوع وتسوون حذف الملف المضغوط مال الخطوط. الآن نثبت نسخة هونستا حسب معمارية الجهاز، اللي هي راح تكون للأجهزة القوية، والأجهزة الضعيفة تثبتونها حسب جهازكم. سوي تثبيت للبرنامج وننتظر التثبيت يكمل ويانا. الآن بعد ما اكتمل التثبيت وياي أضغط فتح وأسجل دخول بالحساب الشخصي وأرجع لكم. الآن بعد ما سجلنا دخول نتوجه إلى الإعدادات. راح تشوفون إنه الإصدار 9 مبني على القاعدة 328 من انستغرام، وهذا يعني إنه جميع المشاكل اللي كانت تواجهكم بالإصدارات السابقة راح تنحل بهذا التحديث بمجرد ما تثبتونه. نتوجه أول شي إلى خيار انستغرام سيكريت اوبشن، بعدها تضغطون على هاي العلامة، تضغطون كلمة يس حتى تتفعل ويانا أو تنضاف للتطبيق إضافات هونستا المخفية. ننتظر التحميل يكمل ويانا. راح تشوفون إنه الإضافات الجديدة تفعلت ويانا هذا الشكل أو انضافت للتطبيق. نرجع مرة ثانية ونختار هذا الاختيار Settings Backup، بعدها نختار الاختيار الثاني ونختار هذا الملف إعدادات هونستا المخفية، ونضغط كلمة يس، بعدها نضغط رجوع. بمجرد ما تفتحون إعدادات هونستا المخفية راح تشوفون إنه تفعلت وياي أهم الإضافات الجديدة. بعدها راح نتوجه إلى Theme and UI ونختار Emoji Type حتى نحمل أو نضيف الإيموجي iOS 17 الجديد. نضغط عليه وننتظر التحميل يكمل ويانا. نضغط OK بعد ما يكمل التحميل، ونضغط على اختيار App Font حتى نفعل الخط داخل المحادثة، ونختار هذا الاختيار From Local Storage. بعدها نتوجه إلى المكان اللي حملنا به الخطوط، وراح تشوفون هناك عدد كبير من الخطوط، تقدرون تختارون الخط اللي يعجبكم. على سبيل المثال أنا راح أختار خط الآيفون العريض، بعدها أضغط OK وأنزل لهذا الاختيار الأخير اللي هو Add Story Font حتى أضيف الخطوط للستوري. أضغط على الثلاث نقاط، بعدها أختار اختيار الكل وأنتظر الخطوط تنضاف وياي. حتى لو تظهر لكم شاشة سوداء بهذا الشكل انتظروا البرنامج، لا تسوون أي شي، راح يضيف الخطوط تلقائيا بنفسه. بهذا الشكل راح تنضاف الخطوط دفعة واحدة. الآن نضغط رجوع، بعدها نضغط على الاختيار الأول اللي هو Box Fix، بعدها نختار هذا الاختيار الأخير، بعدها أضغط رجوع واختار هذا الاختيار أو الملف اللي هو إعدادات المطور الإصدار التاسع، وأضغط كلمة يس. بعدها أضغط هذه الكلمة وانتظر البرنامج يرست وياي.
راح تشوفون إنه البرنامج رست وياي. راح تشوفون أيضا إنه الواجهة تغيرت من الجهة السفلى وجهة الستوريات العليا. أتوجه لشاشة المحادثة وراح تشوفون إنه ميزة الخريطة وميزة الملاحظات، كذلك الدردشة بالذكاء أو البحث بالذكاء الاصطناعي، والملاحظات أيضا والمميزات اللي موجودة داخلها راح تكون شغالة ومفعلة وياي، ميزة الموسيقى والموقع والسؤال، وأيضا ميزة الدايركت. أضغط رجوع وأتوجه إلى أي محادثة وراح تشوفون إنه إيموجي الآيفون وخط الآيفون تفعلوا وياي، والإيموجيات الجديدة كذلك راح تشتغل وياي، وأي نص تدزونه أو تكتبونه راح تقدرون تسووا له تعديل بمجرد ما تضغطون عليه. راح تشوفون إنه الرسالة راح تتعدل وياي، كذلك تقدرون تحذفون الرسالة من طرف واحد عبر الضغط على كلمة المزيد، وراح تشوفون خيار حذف لديك، راح تقدرون تحددون الرسائل اللي تريدون تحذفونها وراح تنحذف بمجرد ما تضغطون كلمة حذف. الآن لو جربنا نفتح أي ريلز ونسوي له مشاركة على الستوري بهذا الشكل، راح تشوفون إنه المؤقت مال الريلز وأيضا الحواف راح تكون بشكل آيفون للريلز. كذلك لو حاولنا نرجع راح يكون خط تقديم وتأخير الريلز موجود ويانا، وكذلك الإيقاف المؤقت بمجرد ما تضغطون على الريلز. الآن نتوجه إلى شاشة الستوري أو القصة، وراح تشوفون ميزة التخيل أو الرسم بالذكاء الاصطناعي موجودة وياكم، تقدرون تستخدمونها بدون أي مشاكل. الآن بعد ما ضفنا ستوري نجي نكتب أي نص، راح تشوفون إنه الإضافات تفعلت وياي، جميع الإضافات الانستغرام الجديدة راح تتفعل وياي بمجرد ما أضيف الملفات. الآن نكتب أي نص بهذا الشكل، وراح تشوفون إنه النص يتغير وياي على حسب الخطوط اللي أني ضفتها بهذا الشكل. جميع الخطوط راح تكون موجودة وشغالة وياكم. الآن نحاول نكتب أي إيموجي، وراح تشوفون إنه الإيموجيات ما مغيرة عندي أو ما موجودة بشكل الآيفون. بعد ما أضغط كلمة تم راح تشوفون إنه الإيموجي تغير وياي. الآن لو حاولنا نضغط على الملصقات راح تشوفون إنه شكل الملصقات تغير وياي، كذلك المميزات جميعها راح تكون موجودة، من ميزة الإطارات والكشف والروابط، وأيضا ميزة التاك أو الذكر بأسلوب أو شكل الفالنتين أو عيد الحب. كذلك تقدرون تذكرون مجموعة من الأشخاص داخل الريلز، وما راح تواجهون أي مشكلة بهذا الإصدار. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الشرح. إذا عجبكم الشرح لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك بالقناة، والسلام.